ازيكم شباب، عاملين ايه؟ النهارده انا هجاوب على سؤال واحد من الشباب بعتلي دي ام على الانستجرام وطلب مني ان انا اشرح الفرق ما بين الاتحادات المختلفه في كمال الاجسام وما بين الكروت الاحتراف المختلفه اللي بتتوزع على اللعيبه. وسألني سؤال يعني خلاني فعلا ان انا عايز اعمل الفيديو ده، لانه في ناس فاكره انه انت محتاج انك يبقى معاك كارت احتراف علشان تسافر تلعب بطوله بره. يعني في ناس فاكره ان كريم مثلا معاه كارت احتراف عشان كده هو سافر السنه اللي فاتت ولعب WNBF في دبي، والسنه دي برضه هيسافر وهيلعب بطوله تانية في مكان هو لسه ما قالوش. فانت تابعه علشان تعرف يعني المكان هيبقى فين. وفاكرين برضو ان انا كان معايا كارت احتراف علشان مثلا انا لعبت بطوله بره في ايرلندا. الكلام ده مش صح. ببساطه الاتحادات، في اتحادات كمال اجسام طبيعي وفي اتحادات كمال اجسام للناس اللي مش طبيعيه، او خلينا نقول ان هي مش طبيعيه. يعني انت ممكن تلعب مع ناس مش طبيعيه، بس ببساطه الشديده اللي بيفرق هو التحاليل. في اتحادات بتعمل لك تحاليل منشطات، وفي اتحادات ما بتعملكش تحاليل منشطات. انت ممكن تبقى طبيعي وتشارك عادي. طيب نبتدي اول حاجه بالطبيعي اللي هم بيحللوا وبيعملوا تحاليل منشطات للعيبه. طبعا اكتر اتحاد معروف ومشهور في مصر والناس كلها سمعت عنه واللعيبه الناتشرال كلها بتلعب في الاتحاد ده هو ال WNBF، او اللي هو ال World Natural Bodybuilding Federation. الاتحاد ده بيستعمل جهاز كشف الكذب علشان يشوف انت بتاخد منشطات ولا لا، بيسألك اسئله. غير كده كمان بيعمل لك تحليل بول او تحليل دم، يشوف هل انت برضو استعملت حاجه ولا ما استعملتش. طيب بس ده اشهر اتحاد، بس ده مش اكتر اتحاد بيدي جوائز او فلوس لو انت هتاخد الطريق ده وحابب انك انت تتميز فيه. اكتر اتحاد بيدي جوائز وفلوس هو اتحاد ال INBA او ال PNBA. الاتنين دول هم اكتر اتحادين طبيعيين برضو، او هو نفس الاتحاد، بس الفرق انه ال INBA ده بيبقى للاماتشرز او اللي هو الهواة، والفرق ما بين الهاوي والمحترف هو كارت الاحتراف. فدي نقطة تانية. يعني انت بتبقى بتلعب في اتحاد ال INBA لحد ما تاخد كارت احتراف من ال INBA، وبعد كده بتلعب في اتحاد ال PNBA اللي هو بيبقى للمحترفين بس، والبطولة كلها كل اللعيبة اللي فيها بتبقى معاهم كارت احتراف في الاتحاد ده فقط، مش في الاتحادات التانية. بمعنى انك انت لما تاخد كارت احتراف في البطولات الطبيعية اللي انا شرحتها دي دلوقتي، ايا كان بقى كارت احتراف في ال WNBF، كارت احتراف INBA، PNBA، كل دول مش هيوصلوك انك انت تلعب البطولات الكبيرة لو انت هدفك يعني، او لو انت اللي انت بتشتغل عشانه، مش هيوصلك انك انت توصل وتلعب في البطولات الكبيره اللي احنا بنتفرج عليها او اللعيبه اساميها تقيله اللي احنا بنشوفها على الانستجرام وغيرها من السوشيال ميديا، زي الارنولد كلاسيك، زي اولمبيا والكلام ده كله. طيب الارنولد كلاسيك والاولمبيا والكلام ده كله بقى والبطولات التانية تابعه لاتحاد ايه؟ تابعه لاتحاد ال IFBB، الانترناشونال فيدريشن اوف بودي بيلدينج. تمام؟ الاتحاد ده انت طبعا عشان تلعب فيه محتاج كارت احتراف. طيب كارت الاحتراف ده انا بجيبه منين؟ كارت الاحتراف ده بتجيبه من اتحاد معترف من الاتحاد بتاع الاي اف بي بي. طب ايه هو الاتحاد اللي معترف من اتحاد الاي اف بي بي؟ اتحاد الان بي سي او الناشونال بوزنج كومبيتيشن. الناشونال بوزنج كومبيتيشن دي اتحاد بيبقى للهواة، تمام، بتوع الاي اف بي بي. اول ما بتفوز في بطولة ريجنال شو يبقى انت الستبس بتاعتك انك انت اول حاجة بتلعب حاجة اسمه ريجنال شو. ايه هو ريجنال شو ده؟ الريجنال شو ده يعني بطولة مثلا، ولنفرض انت في مصر فبطولة محافظة، اسكندرية، القاهرة، اللازم منه، يعني بتلعب بطولة بتاعت محافظة، ومش شرط انك انت تكسبها،
مش شرط انك انت تكسبها او تاخد فيها مركز، بس لازم تلعب بطوله ريجيونال شو قبل ما تلعب حاجه اسمها برو كواليفاير. البرو كواليفاير ده بقى اللي هو بيبقى البطوله اللي بتقدر انك منها تتاهل للاوفرول، الاوفرول اللي بتاخد منه الكارت الاحتراف. فانت عندك 3 خطوات. اول خطوه هتلعب بطوله اللي هي ريجيونال شو، ومش شرط تبقى في البلد اللي انت منها او فيها، يعني مش لازم علشان انت عايش في مصر تلعب ريجيونال شو في مصر، ممكن تلعبه بره عادي جدا. بعد ما تلعبه هتلعب حاجه اسمها برو كواليفاير، ولازم تكسب وزنك او طولك في البرو كواليفاير علشان تتأهل للمرحلة الثالثة اللي هو الأوفرول. الأوفرول ده بياخدوا أحسن واحد أو الفايز يعني من كل الفئات، وزن ال 80 كيلو، ال 70 كيلو، ال 60 كيلو، ال 100 كيلو، وات ايفر، يعني بياخدوا الفايز من كل البطولات دي وبيوقفوهم جنب بعض. الفايز بقى منهم هم ال5 أو ال6 بيبقوا في الأغلب، يعني هو اللي بياخد كارت الاحتراف. فده بالنسبه لكارت الاحتراف بتاع الاي اف بي بي وكارت الاحتراف بتاع الاتحادات الطبيعيه او الاتحادات التانيه اللي هي بتعمل بطولات طبيعيه. طيب سؤال تاني ممكن يكون في بالك او انا برضو هجاوب عليه، طيب ازاي انا اقدر ان انا مثلا اسافر والعب بطوله بره لو انا مثلا عاوز اسافر، او هل في اجراءات معينه لازم تتم؟ في اجراءات معينه لازم تتم. اول حاجه لازم تتاكد ان الاتحاد اللي انت هتلعب ليه البطوله ده سامح بالزوار ان هم يلعبوا، لانه في اتحادات زي مثلا اتحاد الاي ان بي اي او البي ان بي اي بيفرضوا عليك انك انت تبقى مقيم او عندك اقامه في البلد اللي انت هتلعب فيها البطوله، فبالتالي انت بتضطر انك انت تبقى يعني يا اما عايش هناك يا اما معاك باسبور او جنسيه للبلد اللي انت عايز تلعب فيها. اتحاد زي ال WMBF بيسمح لك انك انت عادي واحد جاي مقدم على فيزة سياحة وجاب فيزة سياحة ودخل البلد بطريقة شرعية، بتقدم عادي على البطولة وبتلعب. فده كان فيديو النهارده، فيديو قصير ما فيهوش ولا رغي ولا تمرين واكل والكلام ده كله، كان بس رد على سؤال من واحد من المتابعين. وبقالنا فتره مش بننزل فيديوهات طويله وبننزل بس شورتس، مركزين على الشورتس انا وكريم، لانه كنا بس بنجرب نشوف الالجوريثم بتاع يوتيوب هيبقى شكله عامل ازاي لما ننزل شورتس بس ونوقف لونج فيديوز لفتره. انما دلوقتي احنا هنرجع تاني نعمل لونج فيديوز، بس طالبين منكم انكم يعني تساعدونا وتشيروا الفيديوهات، تعملوا لايك، تشتركوا في القناه لو انت مش مشترك. وبس يا معلم، ده كان فيديو النهارده. انا دلوقتي خارج، بس برضو مع الاوف سيزون انت بتبقى دايما معاك الوجبه بتاعتك ومعاك اكلك، وملتزم بتمرينك وملتزم بكل حاجه تانية. اعملوا فولو لكريم، هسيب الانستجرام بتاعه، والانستجرام بتاعي كمان هسيبه في اخر الفيديو هنا. يا جماعه كريم بفضله 7 أسابيع على البطوله، فخلاص يعني هو دلوقتي اصلا انت لو دخلت شفت شكله عامل ازاي، يعني ما شاء الله ربنا يوفقه يا رب. الولد جاهز حرفيا، ولسه فاضله شهر ونص. ادخل تابعه واستنوا ان شاء الله الفيديو اللي جاي كريم هينزله، هيديكوا ابديتس عن شكله، الاكل بتاعه، الكارديو بتاعه، مده تمرينه، الكلام ده كله.